السلام عليكم. صحيح أنا قليل أسلم عليكم، صار لي قد ما مسلم عليكم. عود ليش؟ ما أدري، أحس قبل أريد أطب الموضوع. هو صح السلام مهم وضروري، بس يلا منا ورايح راح أسلم عليكم. بس تدري أنا يوتيوبر نادر، ما أحب أضيع وقتك وأسوي لك مقدمة طولها 5 دقائق. شوف راح أصير يوتيوبر حالي حال أغلب اليوتيوبرية. السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. كذاب، ما تهمه اصلا صحتكم. اليوم الحلقه جدا قويه، بس قبل ما نبلش لا تنسى تضغط زر اللايك وتشترك بالقناه اذا كنت ما مشترك، وتفعل زر الاشعارات حتى يوصل لك كل ما هو جديد. لك عمي هيك قبل طب بالموضوع، لا تظل تقدم من العالم ترى قبل تمشي المقدمه ما يحتاج تسويها، واني واحد منهم. من اشوف فيديو قبل امشي المقدمه، اريد اشوف محتوى الفيديو. انا طابلك على مود محتوى الفيديو، يسوي لك فلوج طوله 25 دقيقه كاتب بيه كسرت الايفون مالتي، الطب تشوف الفيديو تلقى بس دقيقه واحده بنهايه الفيديو من دا يكسر تليفونه، وحتى التليفون ما انكسر. تضحكون علينا؟ فالعالم يريدون يشوفون المحتوى مال الفيديو مالتك. اذا حبوا الفيديو مالتك غصبا ما عليهم راح يسوون لايك بدون ما تقول لهم، مثل ما انا قاعد اسوي. بشرفكم مو كلكم تحطون لايكات وانتم الممنونين. هنا اكو دماغ. ايزي تكون يوتيوبر، بس هارد تكون علي شاكر. عموما ما نريد نطول المقدمه. اليوم الفيديو مخصص عن العادات والتقاليد. اليوم راح اخذك سفره سياحيه وعرفك على أغرب العادات والتقاليد اللي يسووها بكل أنحاء العالم، اللي متأكد أول مرة أنت تسمع بيها. مثل كل مرة روح جيب أكل وحلويات ونساتل وكبوسة وتمن ومرقة وباوع على وجهي الما ينشبع منه. ايزي تصير يوتيوبر، بس هارد تصير علي شاكر. العادات والتقاليد. احنا عندنا بالعراق مثلا ايش كم واحد يشوف النعال بالقاع مقلوب ويروح يعدله. أنا واحد من العالم هيك أسوي، ما أعرف ليش، ما أعرف. سألت بيها، بحثت بيها، ما لها أي سبب ديني. رغم ما بحثت وعرفت ما بيها أي سبب ديني، من أشوف نعال مقلوب أرجع أعدله. ما أعرف، أتخبل، ما أقدر أشوف نعال مقلوب وما أعدله. ما أدري شي يصير بيها يا بلي، ما أعرف. غريزة بداخلي، عادات وتقاليد متعلمها من أنا وصغير. أشوف أبوي يقلب النعال أقول له ليه، يقول لي سهبته شهفته به، ما يعرف. أسأل أمي أقول لها شهبته كل شيء ما أعرف. العادات والتقاليد أغلبها صناعة بشرية، إيش بس يلتهي بيها. شلون يمر العمر مالته يلتهي بهاي السوالف، يلتهي بالعادات والتقاليد. أنا أعتبر الشارب رمز للرجولة. طقت بدماغي، الشارب رمز للرجولة. حتى من اروح للحلاق ويزينه اقلب الدنيا عليه، اقول له انت زينت رجولتي. وبهاي الحالة راح التهي بحدث بالدنيا منا لحد ما اكبر، وبهاي الحالة راح اكون تونست بهاي الدنيا. زين ليش ما اخلي البنية تقعد بالبيت وما تشتغل واني اشتغل، لان اني رجال البيت. وبهاي الحالة راح اتعارك ويا مرتي اذا رادت تشتغل، وبهيك حالة صنعت لي طقوس حتى اقضي حياتي بيها. خلي الطلاب كلهم يلبسون ابيض بالمدرسة، حتى بهاي الحالة هدومهم تتوسخ بسرعة، وامهم تروح تشتري تايت من المحل الموجود بفرعهم، واروح اتعاقد وياه واخذ نسبة من فلوس التايت. وبهيجي حالة راح اصنع انجازات التهي بيها بحياتي. مثل ما قلت لكم اكثر العادات والتقاليد صناعة بشرية، بس اكو عادات وتقاليد الدين علمنا عليها. وهاي العادات والتقاليد اللي علمها إلنا الدين كلش مفيدة، مثل لازم تحترم الاكبر منك، او مثلا اذا ردت تقدم شاي للخطار لازم تبدي من الكبير احتراما للعمرة. مثلا لازم ما ترفع صوتك على امك وابوك، تعامل زوجتك باحترام، واذا قررت ترتبط وتحب بنية تتقدم لها بشكل رسمي بالحلال من أهلها، أو إنه مثلا ما تخون، ما تكذب، ما تبوق. كل هاي العادات علمنا عليها الدين الإسلامي، ومو بس هيك، أعطانا عليها مكافآت وهي الحسنات. بس اكو عادات وتقاليد كلش غبية بصراحة، مثل ما قلت لكم صنعها البشر حتى يتونس. أنا أريد أتونس. مثلا عندنا بالعراق، تخيل أنت قاعد بمكان ويجيك واحد يصب لك قهوة بالفنجان ويقول لك تفضل، فأنت تشربه وتخلص وتطي الفنجان، وهم يصب لك. تشرب تطي الفنجان يصب لك، تشرب تطي الفنجان يصب لك. عمي ما أريد
يصب لك. بويا شبعت يصب لك. ما يعوفك الا تسوي للفنجان هيك. بش امثل لك، تخيل هذا الفنجان هيك يسوي بيه. هذا الفنجان هيك لازم يسوي بالفنجان، يعني بعد ما تريد تخيل هاي الحركة معناها لا اريد، اذا ما تسوي هيك يظل يصب لك يابا. ماكو جواب، ما تعرف شنو المغزى من هالحركة؟ ماكو جواب. انت مقتنع من هاي الحركة مال الزعاطير؟ ماكو جواب. حركة مال جهل. شنو الحركة هاي؟ وبعدين ماكو جواب، بس هيك ماكو. ماكو. لا تتوقع تنتظر جواب. حركة بتدعوها البشر. ما تعرف ليش. لا تقول لي وراها قصة وتعطيني بيها نصيحة وتقول لي قبل كان ابو القهوة اطرش فكان ما يسمعك من تقول له ما اريد، فاخترعوا هاي الحركة لان كل اهل القهاوي كانوا طرشان، فتضطر تهز له الفنجان حتى يعرف انه انت ما تريد. بس هسه اهل القهاوي مو طرشان. وثانيا هو ليش اصلا دي يعطيني هواي؟ ليش مستقتل؟ لا تتوقع اكو جواب. ماكو جواب. دير بالك. اعرف كل شغلة صارت وراها قصة، بس مو كل قصة صارت لازم نطبقها وتصير أساسية بمجتمعنا. هواي سوالف عندنا ما لها معنى، وهذا أحد أبسط الأشياء الموجودة عندنا بعد آلاف من العادات والتقاليد اللي ما تعرف ليش موجودة. بس اليوم خلونا نتعرف على أغرب العادات والتقاليد الموجودة بالمجتمعات الغربية. اركبوا وياي بالطيارة وتعالوا نسافر يم شاروخان بالهند. نهيب يا الهند اللي بيها 1.4 مليار إنسان، المليانة ديانات غريبة عجيبة. أكيد هذا العدد الهائل من البشر الموجودين بالهند عنده هواي سوالف غريبة عجيبة يسويها. صحيح ليش الهنود هيك يغنون؟ ما ملاحظين الهنود؟ ليش يغنون منه البنات خصوصا البنات؟ والله الرجال هو صوتهم هيك هاي الرجال، بس البنات منه يغنن نا كوتشتو تشالو. وليش من يحجون هيك يسوون؟ لاحظيهم من يحجون؟ لازم كلماتهم بيها ناني تلو كتشني عليها. حرام عليك يا راجل. والله دائما هيك يسوون. يا اخي خلاص. خلونا نحكي شوية عن الزواج بالهند. تدرون اكو قانون بالهند يقول اذا واحد يريد يتزوج وحدة، مصاريف العرس والمهر وتجهيز البيت اللي راح يعيشون بيه العريس والعروس والحفلة والأكل كلها لازم يدفعها منو؟ أبو العروسة. تخيل العريس ما يدفع ولا فلس. تخيل مقطوطين. احنا بالعراق مقطوطين. يمنا أبو البنية يقعد يتشرط عليك دينار ما يدفع، بس فلوس الحلقة يقعد يتشرط عليك، والحلقة مو ذهب اللي يجيبوا لك اياها فضة سعرها 15,000 من الكاظمية، وانا اعرف صايغ صاحبي يعطيني اياها ببلاش. انا اعرف انت هسه على هاي السالفة دا تقرر تروح تعيش للهند وتتزوج نهيب يا رهيب، بس احب اقول لك اوقف، لان كل شغلة حلوة لازم اكو وراها شغلة ما حلوة. اكو قانون ثاني كلش غريب موجود بالهند راح يفلش طموحك ويخليك ما تتمنى تسافر للهند. القانون الثاني انه ممنوع منعا باتا الشاب الفقير بالهند يتزوج وحدة اهلها طاقين او اهلها اغنياء. فبهاي الحالة راح تروح هناك وتضطر تتزوج وحدة فقيرة اهلها ناس قاعدين بالتجاوز، واكيد اهلها ما راح يدفعوا لك فلوس العرس وراح تضطر تدفع انت من جيبك. وبهاي الحالة لو ما مسافر احسن لك يا حديقة. اكثريتكم تعرفون الهند بها كوميديانات غريبة عجيبة، وأكثر عاداتهم وتقاليدهم جاية من هاي الديانات. فأكو بعض الناس اللي يخدمون بهاي المعابد الموجودة بالهند عندهم طقوس، وهاي الطقوس تقول إنه أي شخص يريد يجي يخدم بالمعبد سواء كان ولد أو بنية لازم يزين شعره صفر، ولد وبنات. طبعا هي بالبداية كانت طقوس لأنه لازم الإنسان يزين شعره من باب النظافة لدخول المعابد. بهذا وقتنا انقلبت السالفة، قاموا الهنود يتاجرون بهذا الشعر ويبيعوه لكل دول العالم. أعتقد يسوون منه باروكات مع الشعر، ما أعرف. فالهند بسبب هذا الشيء تعتبر أكثر دولة تصدر شعر مال بشر لكل دول العالم. وصحيح سؤال، معقول الشعر ينباع؟
معقول الحلاق اللي ازين يمه ورا ما يزينني واطلع يبيع شعري؟ البقر. عزيزي المشاهد، البقرة بالهند أفضل مني ومنك. البقرة بالهند يعتبروها حيوان مقدس، إذا يكفخوك هناك ما حد يعبرك، بس إذا كفخت البقرة الدنيا تحترق. البقرة يعبدوها الديانة الهندوسية بالهند، ومو بس الهندوس، أغلب الديانات هناك ما يتقربوا لها ويعتبروها مقدسة، حتى اللي ما يعبدها ما يقدر يتقرب لها. ومن كثر ما البقرة مقدسة بالهند لا تستغرب إذا شفتها تتمشى بصفك بنص الشارع، لأن البقر بالهند نفس البزازين. واكو أماكن بالهند إذا لكفوك تاكل لحم بقر أو تبيع لحم بقر ممكن يحبسوك لمدة 10 سنوات. بحالة واحدة تقدر تاكل لحم البقر بالهند، إلا إذا البقرة اللي عبدوها تموت، وشرط تاكله بالختلة. عوف هذا التلوث وتعال اصعد وياي بالطيارة وخلي نروح على كوكب اليابان. راح تقول لي كوكب؟ نعم، اليابان كوكب. اليابان اذا تروح لها راح تشوف اشياء ما تلقاها بغير دول، بيها شغلات حتى باقوى الدول المتطورة ما تشوفها. فشعب اليابان اكثر شعب متمسك بعاداته وتقاليده بكل العالم. تدري باليابان عندهم عادة انه ممنوع الشخص ما يجي بالموعد. يعني اذا شفت ياباني وقال لك راح اجي بفلان وقت بالضبط راح تلقاه. اليابان أكثر دولة تهتم بالوقت، وكل الموظفين والطلاب ملتزمين بهذا الشيء. أكثر وقت سجلته الإحصائيات على تأخر اليابانيين هو 18 ثانية بس، يعني أعلى وقت يتأخر الياباني 18 ثانية بس. فاليابانيين مطبقين مقولة الوقت كالسيف، وكلش حلو هذا الشيء. أحب الإنسان اللي يلتزم بالوقت، لأن اللي ما يلتزم بالوقت وياك معناها ما يحترمك. احنا وين؟ تخابر واحد تقول له انت وين؟ يقول لك كان جايك بالطريق، ويطلع قاعد بالتواليت. مرة خبر صديقي قلت له شو تأخرت؟ يقول لي بعد شوية وصل أنا بالسيارة، وأنا دا أسمع صوت الدوش بصفه، طلع دا يسبح. يا يابا كنت يوميا المدير بالمدرسة يقول لي ليش جاي متأخر؟ ذكريات. اكو شغلة كلش تعجبني بالشعب الياباني. تدرون عامل النظافة باليابان ما يسموه عامل النظافة؟ اليابان شعب اغلبيته مثقف ومتواضع، يعني تخيل يسمون عامل النظافة باسم مهندس الصحة. مهندس! ومو بس هيك، حتى تمثال مسوي له. فمن عاداتهم انه يحترمون هاي المهنة وفوق ما انتم تتصورون. اكو شغلة خرافية موجودة باليابان. تدرون اليابانيين ما ياخذون بقشيش؟ انتو شو يسموه بقشيش؟ هو اسمه بقشيش؟ بقشيش؟ المصريين يسموه بقشيش. شو يسموه انتو؟ الياباني لو تقلب الدنيا ما ياخذ منك بقشيش. هاش بقشيش كلمة غريبة، ما نقول احنا بالعراق بقشيش. مثلا اذا قررت تروح المطعم ياباني وتطلب اكل وورا ما تخلص تعطي للعامل بقشيش ما يقبل، لأن اليابانيين من عاداتهم وتقاليدهم يعتبرون هذا الشيء إهانة لنفسهم. وحتى العامل إذا كانت ما عنده كرامة وقبل ياخذ منك هذا البقشيش، إذا المدير شافه ممكن يطرده ويفصله من العمل، لأن هم عندهم فكرة تقول إنه إحنا دا نأدي شغلنا ودا ناخذ عليه فلوس، فما يحتاج ناخذ منك فلوس إضافية. تخيل من كثر ما هاي الفكرة منتشرة عندهم، إذا رحت المطعم وعفت فلوس على الميز على اساس دا تريد تعطيها للعمال تعوفها وتروح، يطلعون يركضون وراك عبالهم انت ناسيها، لانه هاي الفكره اصلا ما موجوده بدماغهم ولا بمجتمعهم. عكس بلداننا العربيه للاسف. بحثت بالاحصائيات واكتشفت انه اكثر دوله تحب البقشيش مصر، تحياتنا للمصريين. والاحصائيات تقول انه السعوديه والامارات وقطر والأردن بعض المطاعم هناك هم يقصون منك بالفاتورة اللي يعطوك إياها، تلقى لي جوا مكتوب خصم مثلا $4 مال خدمة العمال، يعني غصبا ما عليك ياخذون منك بقشيش، قاصيها مقدما، تعطي ما تعطي هي مقطوعة منك. عود احنا العرب أصل الكرم. بدك شوية خلينا نتعلم، يتعلموا والله عيب، حتى عيب نتعلم، والله عيب نتعلم منهم. أنا مو ضد المساعدة أو تساعد العمال، بالعكس، بس ليش تقطع مني فلوس بقشيش وتحطها بالفاتورة وتجبرني أدفعها؟ هذا أنا أعتبره جدية بصراحة، يعني الشحاتة.
بالمصري. بالسعودي شو تسموها؟ هذا اللي يقدي المتسول. تسول، انا اعتبر هذا تسول بس بشياكه، تسول بس باحترام. شلون عادل امام بفيلم المتسول من يلبسون ستره يقولوا له البس هدوم غاليه لان الناس الطاقين ينقهرون عليك، يقولون الله هذا كان ابن ناس خلينا نساعده لان ما يستاهل ينام بالشارع، بس اذا تلبس هدوم مقطعه ما حد يطيق، يقولون هو هذا متعلم. تعالوا خلوا نروح الى الجانب المظلم. باليابان ايش قد ما اليابان عندهم عادات وتقاليد حلوه، لكن بنفس الوقت عندهم عادات ما حلوه. تدرون باليابان رغم التزامهم وضبط مواقيتهم ويجوك بنفس الوقت اللي انت رايدهم بيه وما ياخذون فلوس زايدة منك، عندهم عادة كلش ما حلوة. الشعب الياباني باختصار عنده عادي ينام بالشغل مالته، ومو بس هيك، الحكومة اليابانية اذا شافت الموظف نايم بشغله ما تسوي له شيء، بالعكس تمدح بيه، لان يعتبرون انه هذا الموظف ده يأدي الشغل من كل قلبه ويا عيني تعبان ونايم بعمله. صدق هذا تفكيرهم. فلا تستغرب من الطب بدائرة يابانية تلقى العمال نايمين، لا تستغرب، هذا دليل على كفاءة عمل الموظف. يعني مو بعيدة تجيب لك عمال يصبغوا لك الصالة مال بيتكم ورا ساعة تلقاهم ممطولين ونايمين، تقعدهم وتقولون بويا ليش نايمين؟ يقولوا لك والله احنا مو زين متمددين من التعب على بيتك. شغلة عجيبة. في كوكب اليابان هنالك شيء عجيب ثاني. انتوا تعرفون انه كل فترة ينزل موديل جديد من الملابس ويصير ترند او طريقة تسريحة مال شعر جديدة. يعني مثلا قبل بالتسعينات البنات كانن يحفن حواجبهن بشكل رفيع، هسه صارن البنات الموديل مالتهن مال حاجب انه تكون ثخينة. فباليابان عندهم شغلة كلش غريبة. تدري باليابان عندهم البنية اذا اسنانها مخربطة او عوجة يعتبروها بنية صاكة تشق شق. شلون هاي الصورة؟ عندهم الاسنان المخربطة والمو عدلة علامة على جمال البنية. شلون الغمازات عندنا ما تعرف ليش يشوفوها فد شي خرافي. شوف غمازات عم تروح له فدو منين هاي البنية عند الغمازات؟ ها حتى قاموا يسوون عمليات تجميل حتى يسوون غمازات. هواية بنات بالعراق يسوون عمليات حتى بس يحطن غمازات. باليابان عندهم عيادة خاصة يسوون بيها عمليات للأسنان يخلوهن بهذا الشكل. واحنا بالعراق عندنا كوما ناس تسوي تقويم الأسنان، هذا كانت عوجة. كم واحد متابعني مسوي تقويم الأسنان؟ اشلع التقويم وروح لليابان. اصعد وياي بالطيارة مرة ثانية وتعالوا نروح انا وياك للصين. الصين الصين أكثر بلد مشهورة بأكل كل شيء، حتى خشم الضفدع ياكلوه. انزل من الطيارة. نزلت، تعالوا نروح انا وياك للمطعم الصيني. اقعد، قعدت، اسمع. تدري انت مني يقدموا لك ماعون بأكل عيب تعوفه وتقوم. مثلا اذا رحت خطار وعزموك على غدا او عشاء وجابوا لك ماعون قدامك بأكل، عيب تاكل لقمة واحدة وتقولهم ما اريد، لان الناس عبالهم اكلهم مو طيب او طبخهم مو زين، فنوعا ما راح يتحسسون منك. بالصين اكو العكس. تدري بالصين اكو بعض الناس اذا قدموا لك صحن بأكل عيب عليك تاكله كله وتمسحه مسح، لأن إذا أكلت الأكل كله معناها أنت إنسان عينك فارغة وما تشبع. والسبب الثاني تحسسهم إنه هم ناس بخلاء ومقدمي لك أكل قليل، فلازم تعوف شوية أكل بالماعون. شنو رأيك بهاي المعلومة؟ ها؟ نبقى بالصين لو نرجع بالطيارة؟ بعدك ما شبعان من الصين، حقك شاب ومن حقك. تدري بالصين ما يمشون على الساعة اللي احنا نمشي عليها، يعني الساعة الصينية تختلف عن ساعتنا. راح تقول لي يعني شلون؟ بالصين الوقت اللي يمشون عليه مو نفس الوقت اللي يمشون عليه كل الدول. بالصين عندهم توقيت خاص يسموه التوقيت الصيني. هم مو بس توقيت، عندهم حتى أبراج تختلف عن هاي الأبراج اللي تقروها، هاي الكلاوات، برج الدلو وبرج العقرب. هم عندهم أبراج صينية تختلف عن أبراجنا، وعندهم ساعة خاصة بيهم، وهاي ساعتهم متقدمة 8 ساعات عن ساعتنا العالمية اللي احنا نعرفها. تخيل يعتبرون شروق الشمس ساعة بالعشرة. بس هذا الحكي حاليا انتهى، كان موجود قبل 20 سنة بهذا وقتنا قاموا يمشون على الساعة العالمية
اللي احنا نعرفها. اريد ساعة صينية تكون بوقت المدارس بالصين. اذا رادوا ينطوك شي ينطوه لك باثنين ايديهم. دير بالك تنطيهم شغلة بايد وحدة، لان هذا يعتبر عندهم عدم احترام. لازم تقدم لهم الشغلة باثنين ايديك. شغلة كيوت. تدري بالصين ما عندهم شيء اسمه رقم 4، ما يستخدمون رقم 4. مرة كنت بالصين، كذب ما كنت بالصين بس اريدك تدخل وياي بالجو، بس القصة حقيقية. اسمع، تخيل مرة بالصين صعدت بمصعد وصديقي صيني بيتهم بالطابق الرابع، فصعدت بالمصعد اباوع الدقام والازرار مال المصعد ماكو رقم 4. الارقام 1 2 3 5. طب وين رقم 4؟ هاي شنو هاي ترى غير شغله. هاي شلون اصعد له؟ المهم طلعت من العماره وخابر الصديقي، قلت له انت وين؟ قال لي انا بالطابق الرابع. قلت له اخوي شو الطابق الرابع ماكو مسوي له ديليت؟ المهم هو نزل لي وقام يضحك، قال لي احنا الصينيين عندنا رعب من رقم 4. وهالحكي صدق مو شقه. اذا تروحون للصين باغلب المصاعد ما تلقون رقم 4، او بالمستشفيات ما تلقون رقم 4، بالدوائر مال الدوله ما تلقون رقم 4. اذا اكو شوارع مرقمه تلقون الشارع 1، الشارع 2، الشارع 3، الشارع 5. فطلع عند الصينيين فوبيا من الرقم 4. ومو بس هيك، اي رقم برقم 4 ما يكتبوه. يعني مثلا 14 او 24 او 42، اي رقم يحتوي على الرقم 4 يتعقدون منه بتفكيرهم انه رقم 4 يبعد عنهم الحظ. تخيل حتى اذا طبيت المطعم تلقى كل الطاولات بالمطعم حاطين عليها ارقام الا رقم 4 ما تلقاه. زين بهاي الحالة شي يسوون اذا ماكو رقم 4؟ يستبدلون رقم 4 بحرف اي، او احيانا يطفروه ويكتبون رقم 5. شلون هاي المعلومة؟ ها نفلت من الصين؟ لو تريد بعد كافي، لحيت كافي. اصعد وياي بالطيارة وتعالوا نروح لكوريا، ومناك نمر على بيت BTS. كوريا الجنوبية من اكثر الشعوب اللي يعتنون باجسامهم، ومن اهم عاداتهم وتقاليدهم انه يعتنون بالجسم. تخيل 3% فقط من سكان كوريا الجنوبية يعانون من زيادة الوزن، 3% بس، والبقية كلهم ناس رشيقة وناعمين. اذا تروح لكوريا نادرا ما تشوف الكوريين عندهم لحية، نادرا. 3/4 ما عندهم لحية، لانه عندهم من علامات الجمال عدم وجود اللحية. وثاني شغلة يعتقدون انه اللحية تسبب وصاخة، مع العلم بيها كوما اسباب علمية انه هي بيها فائدة، بيها حتى فوائد للاسنان. تخيل اللحية. ثالث شغلة ما تخليهم يربون لحية هي الاماكن اللي يشتغلون بيها. 3/4 الدوائر او الاماكن اللي يتوظفون بيها الرجال بكوريا ما تخليهم يربون لحية، تمنع هذا الشيء. يدورون مظاهر حسنة على اساس الثاني بدون لحية وشوارب، ولو اني حلو بكل حالاتي بدول وجهي. الكوريين عندهم شغلة كلش غريبة ما موجودة بكل العالم. هسا اني اسمي علي شاكر، عشيرتي هي الطائي، انتمي الى قبيلة طي، جدي هو حاتم الطائي عملاق الكرم. بكوريا الكوريين يسمون نفسهم باسم عشيرتهم او باسم عائلتهم، ما يسمون الشخص باسمه، لا تجي العشيرة بعدين الاسم. على سبيل المثال اني هسه اسمي علي شاكر الطائي، تحياتنا يا ولد عم الطائية. شاكر كم واحد طائي؟ شو طائي حاتم الطائي، وايكو طائية بالموصل يا بالموصل يا شاكر. فواعد متابعين بالموصل، دق متابعين بالموصل، وعندي يمكن البصرة. شوف خليني اعدد لكم المحافظات بالترتيب اللي اني سويت عليها بحث واكتشفت ان هم متابعيني. شوفوا اكثر محافظة متابعتني لسنة 2022 اول محافظة بغداد، ثاني محافظة تجي من بعد بغداد البصرة، تحياتنا للبصرة شوكم. ثالث محافظة متابعتني الموصل، رابع محافظة بالعراق متابعتني بابل الحلة، تحياتنا. وتجي من بعدها باقي المحافظات العراقية. اما انا طلعت من الموضوع، شنو اللغوة الجاي فاي؟ دائما هيك اطفر منها ومنها ما اعرف، ما اثبت اسبق منها ما اعرف. اما بالنسبة للدول العربية اكثر دولة متابعتني بالمركز الاول، اكثر ناس متابعتني من الوطن العربي رقم 1 سوريا، بالمركز الثاني اكثر دولة متابعتني السعودية، بالمركز الثالث الاردن، بالمركز الرابع اكثر دولة متابعتني مصر، بالمركز الخامس اكثر دولة متابعتني تركيا. استغربت مو؟ تقول لا تراك ليش يتابعوك؟ افهم
اكو عرب بتركيا يشوفوني، كوم اكو عراقيين بتركيا يشوفوني. زين شو رايك بالمركز السادس امريكا؟ اخذ هاي الصدمه، سادس اكثر دوله متابعتني امريكا. اي فنرجع لموضوعنا. الكوريين يسمون نفسهم باسم العائله، يعني مثلا هسه انا اسمي علي شاكر الطائي، ايوه الحاده شاف تشلبت، اذا اروح الكوريا يسموني الطائي علي شاكر. افتهمت؟ لهذا السبب دائما بكوريا تلقى اغلب الاشخاص اسمهم كيم، لانه كيم اشهر عائله موجوده بكوريا. بكوريا عندهم شغله ثانيه هم كلش غريبه، هي مو كلش غريبه بس غريبه وايجابيه بنفس الوقت. مثلا اذا صار عندك ابن واجاك كوري دا يبارك لك، يجيك وجايب وياه هديه، لا تستغرب اذا شفت هاي الهديه حفاضات او حليب او ممه، لان الكوريين حياتهم اكثرها عمليه، يعني ما يجيبون اشياء ما بيها فائده، فيجيبوا لك اشياء تخص المناسبه اللي انت بيها. مو مثلنا اذا واحد يتمرض يجيبوا له بطلين بيبسي، لو يجيبوا لك عصير، شو صخهم بالعصير؟ جيب لي الدواء، اديني الحقنه بسرعه، ارجوك محتاجه القرعه. بالعراق يجيبوا لك هديه ما بيها ربط، اذا تبني بيت يجيبوا لك سيت قلاصات. اكو واحد قال لكم احنا نشرب مي من البوري. سؤال، ايش كم مرة رايح للمدرسة انت ولابس نعال؟ ولا مرة صح؟ بس اكيد مرة غلطت ورحت بنعالك، او شايف طالب وياك جايب النعال والمدير مرزله. بكوريا الجنوبية يختلف الوضع، اذا تروح الكوريا الجنوبية للمدرسة بالحذاء، اول ما توصل للمدرسة يقولوا لك انزع الحذاء والبس نعال المدرسة، لان الكوريين يتعقدون من واحد يدخل الاماكن مغلقة بالحذاء. مثل البيت نادرا ما تلقى الكوريين يلبسون احذية ببيوتهم، وبنفس الوقت بالمدارس مخلي للطلاب نعال مريح يلبسوه الطلاب، حتى ما يخلون الطالب تتعب رجله. احنا بمدارسنا رجلينا تحمض بالمدرسة، خصوصا من يكون الدوام ظهري، الدنيا تصبط ولبسك جواريب هالثخنها موكو. اطلع من كوريا الجنوبية وتعال نطير انا وياك الاسبانيا، ناكل بيها بانية. احنا نصيح لها بانية بس هي اسمها بامية. اعرف كلنا نعرف الاحتفالات اللي تصير بالمناسبات، مثلا احتفال راس السنة او العيد. تدري اكو باسبانيا احتفال يسموه احتفال الطماطة؟ هذا الاحتفال يسموه بالاسباني لا توماتينا. وبهذا اليوم اللي اسمه لا توماتينا الناس كلها تطلع بالشارع وكل من شايل بيده كيلو من طماطة وواحد يشمر على الثاني. بهذا اليوم تصير دق ملاطم، خصوصا بالشوارع الناس تشتري مئات الكيلوات من الطماطة حتى بس يجعصون بيها وواحد يشمرها على الثاني. لا توماتينا. ايش معنى اختاروا الطماطة؟ ما تعرف ليش. انا صراحة اشوفها تبذير. ليش؟ ما لقيت الا الطماطة. ايش بيه المي؟ ليش بتحتفلون بالمي؟ اي والله كو احتفال مال المي. اصعد وياي بالطيارة، خلي نسافر انا وياك التايلاند، وتحديدا نروح العيد السبح. وهذا العيد الموجود بتايلاند يفيد شكو واحد ما يسبح، يفيد شكو واحد متعارك ويا باب الحمام، يفيد شكو واحد امه تتوسل بيه وتقول له بس ليف وهو متزاعل ويليفه. بتايلاند عندهم احتفال سنوي يسموه عيد الماء. بهذا اليوم التايلانديين كلهم ينظفون بيوتهم ويغسلون الشوارع ويغسلون شكو شي بالبيت ويطبون يسبحون. بعد ما يسوون كل هاي السوالف يشترون مسدسات ابو المي ويظلون يلعبون بالمي بشكل هستيري. حرفيا بهذا اليوم بتايلاند لا تطلع من البيت احسن لك، لان اللي يعرفك والما يعرفك يذب عليك مي. تخيل حتى فيلة يجيبون بهذا اليوم حتى بس ترش مي على العالم. تعال اصعد وياي بالطيارة نرجع لكوريا الجنوبية. اعرف هستولة كنا بكوريا الجنوبية وتعبتك بس نسيت احكي هذا الشيء، شو اسوي؟ فراح اضطر ارجعك للمطار ونتفتش وننزع الحزام وذب الموبايل وشيل الموبايل وحط الموبايل بالسلة واوقف بالسرة واختم الجواز. اعذرني مو زين دا سفرك على حسابي. بكوريا الجنوبية عندهم احتفال غريب شوية يسموه احتفال الطين. هذا الاحتفال يصير كل سنة ويستمر لمدة 10 أيام. حرفيا بهذا اليوم تشوف كل البشر وبكوريا الجنوبية مطينة نفسها، والبعض تشوفهم يتصارعون بالطين والبعض تشوفهم يتمرقصون. ومو بس هيك، بهذا اليوم مسوين حمامات وأحواض سباحة مليانة طين. تعال نرجع أنا وياك الإسبانية. حقك آسف هستولة كنا بإسبانيا، آسف لأن راح أرجعك مرة ثانية،
بس نسيت، فراح اضطر ارجعك نتفتش بالمطار وننزع الحزام وذب الموبايل وشيل الموبايل وحط الموبايل بالسله ووقف بالسره واختم الجواز. اعذرني، مو زين دا سفرك على حسابي. باسبانيا اكو احتفال ثاني يسموه احتفال رمي الماعز، بالعراقي حفله شمر الصخله. تخيل بهذا اليوم باسبانيا يشمرون الصخول بكل مكان. ليش ما تعرف؟ تلقى ناس يشمرون صخول، ما تعرف ليش. طبعا هاي الشغلات كلها خلتني اصفن، خلتني اظل صافن. تدرون كل هاي الاحتفالات اغلبية الدول تسافر حتى بس تشارك بيها، ودولها يفتخرون بيها ويدعموها، مع العلم اكثريتها ما بيها معنى. شنو طين، شنو طماطة. واحنا للاسف اغلب الدول خصوصا العربية تستهزئ بافضل الطقوس الموجودة بالكون كله، وتحديدا الموجودة بالعراق، وهي زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ابن رسول الله أطهر الخلق. ليش ترطمون؟ ليش تروحون مشي؟ ليش تسوون مواكب؟ بس الاحتفالات الغريبة اللي ما بيها معنى اللي تشوفوها بأوروبا، واو شوفهم شو متحضرين، يضربون بالتوميتو، لا توماتينا، واو يضربون بعض بالتوميتو، واو نشارك. اكو احلى من زيارة الحسين، خصوصا زيارة الأربعينية، فتشي قد حول تظل تمشي ايام. اعتبرها مغامرة، بس مغامرة شنو عليها حسنات فظيعة. يعني تخيل نفسك دا تهاجر من مكان الى مكان، وطول الطريق دا تجي من البصرة الكربلاء، طول ما انت تمشي تلقى اكل، سفرة ممدودة من بيتكم لحد ما توصل للإمام الحسين. وهاي تعتبر أطول سفرة بالعالم، المفروض تسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول سفرة بالعالم. وهاي السفرة توكل ملايين الفقراء الموجودين بالعراق. عموما هذا الموضوع يقهر. بما أنه احنا حكينا عن العادات والتقاليد، خلونا نحكي على أغرب القوانين الموجودة بدول العالم. تدرون بسويسرا عندهم قانون يقول، قانون حكومي شرط، يقول هذا القانون انه ممنوع الواحد يدخل للحمام بعد الساعة 10 بالليل. يعني اول ما تعبر ساعة 10 بالليل ممنوع الناس يطبون للحمام. زين شلون اذا واحد صار عنده اسهال؟ يا ريت اللي قاعدين بسويسرا يفهمونه، لو هاي المقالات تنصب علينا. تدرون باسبانيا ممنوع الواحد يسوق السيارة هو وحافي. زين ليش؟ ما تعرف. شنو السبب؟ ما تعرف. أنا هنا بالعراق كم مرة صاعد ويا أبو التاكسي وأشوفه حافي. صحيح، وليش اللي يسوق سيارة يحب يسوقها هو وحافي؟ معقولة حتى يوصل أسرع؟ يمكن. أكثريتكم غاشين بالامتحانات، وطبعا الغش بالامتحانات حرام، خلوا هذا الشيء ببالكم. أتمنى تبطلوه، أوكي؟ لأن إذا قرأت ونجحت بمجهودك من راح تتعين، راح تكون موظف ناجح، أو إذا اشتغلت بشركة راح تكون عندك خبرة لأن أنت دارس. فهمت الفكرة؟ عكس اللي ناجح بدون قراية، صح ينطوه شهادة بس يفشل بعمله، ما راح يكون محترف بشغله ويصعد اسمه، ويعرفون يقولون مثلا فلان دكتور خبرة، عكس ما غير دكتور صاعد هو كل شيء ما يفتهم، يقولون هذا الدكتور فاشل بعد ما حد يجي. فالغش حرام لمصلحتك. ليش اقول لك كل شغله حرام بيها فائده لك؟ تدري بدوله بنغلاديش عندهم قانون يقول اذا لكفوا طالب يغش يحبسوه. شنو رايك؟ اي واحد عمره فوق ال 15 ببنغلاديش ويلكفوه يغش، تفضل يا باشا في السجن. اكو دولة اسمها ساموا، سامعين بيها لو لا؟ طبعا ما سامعين بيها، انا اول مرة اسمع بيها. هاي الدولة صايرة قريبة على نيوزيلندا. هاي الدولة بيها قانون راح يكيفون عليه البنات المتزوجات. تدرون بدولة ساموا ممنوع الزوج ينسى عيد ميلاد زوجته، لان هذا الشيء الحكومة تحاسب عليه، وممكن الحكومة تاخذ من الزوج اللي ناسي عيد ميلاد زوجته غرامة. صحيح رسالة إلى المتزوجين بكافة الأعمار، تعرف عيد ميلاد زوجتك إيش وقت لو ناسيه؟ هاي الإنسانة اللي تعبت طول هاي السنة. طبعا كلامي موجه للذول الكبار بالعمر، انتوا الكبار يعني اللي عمركم 50 سنة ومتزوجين وحدة صالها وياكم 25 سنة أو 30 سنة عايشة وياكم. أسألكم سؤال، بعدكم تتذكرون عيد ميلاد زوجتكم لو ناسيه؟ بعدكم تتذكرون عيد زواجكم لو لا؟ انت الزوج، هاي الانسان اللي تعبت وياك طول هاي السنين وعاشرتك وجابت لك اطفال وتعبت عليهم وربتهم احسن تربية وكبرتوا سوا وصرتوا عجايز، بعدك تتذكر عيد ميلادها لو لا؟ تسوي لها عيد ميلاد لو لا؟ لو تقول والله احنا خلاص كبرنا وبعد مو مال هيك سوالف. غلط، انت غلط، انت هيك ما تعجبني عمو جدو، عفوا جدو. خوب الصغار ما اريد احكي اياهم، حالات الطلاق عندنا بالعراق بالالاف تصير كل شهر،
وات؟ لا تشوف ايش قد زواجهم فاشل. شوف انا بالنسبه لي عيد ميلاد زوجتي اقعد اشتغل عليه واحضر له قبل شهر وافكر بالهدايا ايش راح اجيب لها، وصف وحير ايش امزمز امخمخ، شو تسميني سمي انسان مزاجيتي بهالسوالف. ومن اكثر الاشياء اللي متاكد راح تحيرني بالمستقبل من اتزوج انه شو اجيب لحبيبتي هديه او شو اجيب لزوجتي هديه. اعرف الهديه مو بقيمتها بس لازم اجيب لها شيء ما جايبه لها قبل، وبما انه انا راح اجيب لها كل شيء اكيد راح يجي اللحظه اللي احير جبت لها كل شيء بعد شو اجيب لها. يعجبني افرحها، لما راح افرحها واهتم بادق تفاصيلها راح تبادلني نفس الشيء. اعرف هوايه ناس متزوجين الزوجه هي اللي تهتم وتهتم وتهتم وهو هاملها. شغلك هاي تهتم يا سوت لي عيد ميلاد. ايش بيك يا معود؟ ايش بيك ومن تتغير عليك تقلب الدنيا على اهلها. لك الزوجه ايش قد ما تهتم بيها تهتم بيك بالزاي، انت راح تستمتع. انا دائما اقول لكم استمتعوا بزواجكم، ما تستمتعون نفس الروتين. هي قاعده تطبخ تثرم بصل وانت تروح تجري الشغل. ساذجه بالتركي معناها فقط ساذجه، تروحوا للشغل وتجي ساذجه. انتوا بيدكم تصنعون السعاده. كل ما تقدم لزوجتك شغله، كل ما تقدم لزوجتك مشاعر، كل ما تبادلك بنفس الشعور. كل ما تبادلين زوجك بمشاعر اكيد ما راح يبادلك بنفس الشعور هذا كان ما يحس. قوم اعرف متزوجين يدورون بنات. شنو هاي؟ ايش بيك؟ والله اني زوجي ايميل يريد يجدد. شو تجدد؟ ايش بيك لك بابا؟ ايش بيك لك؟ بس فهمني شكون انا. كل ما تصنع ذكريات ويا زوجتك كل ما راح يكبر الحب، كل ما تضحي كل ما راح تكبر بعينها، كل ما تضحين كل ما راح تكبرين بعينها، كل ما راح تكبر العلاقه كل ما راح تكبر العلاقه، كل ما راح تتمسكون ببعض اكثر. انا ليش ما اشتغل طبيب نفسي واصلح بالمجتمع؟ ليش طبيب النفسي يحتاج شهاده وطبيب النفسي ما يحتاج شهاده؟ يحتاج خبره، وانا عندي هاي الخبره. ايش قد حلو اسوي الكشفيه بلف تجيني اقعد اتونس عليك واشوف مشاكلك واحلها ومشاكل المتابعين على اليوتيوب وهلا بالعيال واصورك. اي والله شباب انا ليش ما اسوي هيك برنامج؟ بما انه انا ما اقدر اتعين واصير طبيب لازم عندي شهاده وهاي الكلاوات، اسوي برنامج استضيف الناس. لا تخافون اللي يريد ما طلع وجهه ما طلع وجهه، كل حلقه مشكله، كل واحد يسوي وياه حلقه وانت شنو مشكلتك وانت شنو الله، واقعد احلها لحد ما اطلع انسان جديد بنهايه الحلقه. هذا البرنامج ببالي بالمستقبل احتمال اسويه. صح قوم منا خلصة الحلقة. حرفيا لساني نشف. يلا مثل ما قلت لك فكر سوي مفاجأة لزوجتك حلوة عبر عيد ميلادها، ماكو مشكلة تسوي لها عيد ميلاد وتقول لها اسف كان عندي شغل بس انا مناسي عيد ميلادك. صح بالبداية راح تنصدم منك، صح اذا عندك اطفال وانت عمرك 50 سنة جهالك راح ينصدمون عادي، مرة مرتين بعدين راح شنو يتعودون، وانت كذلك. الاهتمام يقوي العلاقة، الاهتمام يبني ذكريات، الاهتمام حتى ويا أطفالك، الاهتمام يخليهم كل ما يتذكروك يبتسمون، الاهتمام يخلي الشخص ما يخذلك، الاهتمام يخلي الشخص دائما يطبق وياك، الاهتمام يخلي الشخص ما ينطبيك، الاهتمام والاهتمام 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 والاهتمام. اسكاب شلبت فتشي غريب. اني صحيح اكتبوا لي بالتعليقات شنو اغرب عادات وتقاليد. انا شي قاعد بس تعبت والله، ظهري شو كان يوجعني شويه شباب. اكتبوا لي بالتعليقات شنو اغرب عادات وتقاليد شايفيها بحياتكم، او انتم من باقي الدول العربيه اكتبوا لي شنو اغرب عادات وتقاليد موجوده ببلدانكم، ويا موضوع تحبون نفصله تفصيل. شكرا على المشاهده وشكرا على دعمكم، وسيمك بيدش ما حد يفيدك. يلا يا سيري كيف يمكنني غسل الصحون؟ لا أعتقد أنني فهمت. صرت ما تفتهم ما تفتهم، ما دا أقول لك روح أغسلهن. يلا لك كم منا خلصت الحلقة، يلا لك كم منا خلصت الحلقة، يلا لك قوم منا خلصت حقه.